بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة الاثنين 27 مارس 2023. وإليكم الأخبار. كولر بيضع برنامجا بدنيا لرفع لياقة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني. قرر مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي وضع برنامج بدني خاص للاعبين من أجل رفع كفاءتهم البدنية والحفاظ على حساسية المباريات اللي اكتسبوها في الفترة الماضية، وعدم التأثر بفترة الراحة التي قاربت على الأسبوع قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الهلال السوداني السبت القادم باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويخشى كولر تأثر لاعبي الأهلي بالسلب من فترة الأجازة، واستقر على تخصيص برنامج بدني خاص باللاعبين لتجهيزهم بشكل جيد وتعويضهم عن عدم خوض مباريات منذ مباراة القطن الكاميروني، وأن يكونوا على نفس المستوى من الجاهزية الفنية مع اللاعبين الدوليين اللي انضموا لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيعودون للفريق الأحمر بعد نهاية الارتباطات مع منتخبات بلادهم. الأهلي بيحسم موقف محمود متولي من قائمة مباراة الهلال السوداني. يخضع محمود متولي مدافع النادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الهلال السوداني السبت القادم من عدمه، لا سيما إن اللاعب اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ فترة وغاب عن الأهلي في عدد من المباريات. وانتظم محمود متولي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق اللي أقيمت عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة. الأهلي يحيل ملف تجديد عقد رامي ربيعة وأشرف إلى كولر. قرر مسؤول النادي الأهلي إحالة ملف تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف إلى السويسري مارسيال كولر المدير الفني للفريق لتحديد موقفهما من الاستمرار مع الفريق من عدمه في ظل انتهاء عقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتحدد موقفهما النهائي من الاستمرار في صفوف الأهلي أو الرحيل. ويضع رامي ربيعة وأيمن أشرف البقاء والتجديد مع الأهلي كخيار أول رغم تلقيهما عدة عروض محلية وخارجية في الآونة الأخيرة، ولكن تبقى رغبة مارسيال كولر الفيصل في حسم مصير الثنائي من بقائهما داخل القلعة الحمراء، لا سيما أن المدرب السويسري طلب أن تكون كل الملفات الخاصة بفريق الكرة تحت تصرفه بالكامل، سواء تجديد عقود اللاعبين أو اختيار الصفقات الجديدة التي ينوي إبرامها. ويؤجل مسؤول الأهلي التفاوض مع الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لتجديد عقودهما انتظارا للحصول على الضوء الأخضر من مارسيال كولر بالتفاوض معهم على البقاء أو تأجيل الملف إذا ما رغب المدير الفني في ذلك، حيث أنه سيتحدد الموقف النهائي لمستقبل الثنائي مع الفريق الأحمر. الأهلي يقترب من إنهاء ملف تمديد عقد حسين الشحات. اقترب مسؤول النادي الأهلي من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق واللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لا سيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيال كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات باعتباره من أهم الركائز في صفوف الفريق الأحمر في الوقت الحالي. ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري، وأخيرا في دوري الأبطال، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب
في ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة القادمة. وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي، مفضله على العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة سواء من الإمارات أو السعودية، في ظل رغبته في استكمال مسيرته في قلعة الجزيرة. الأهلي يستعجل الفيفا لإرسال مكافآت المشاركة في مونديال الأندية. استعجل مسؤول النادي الأهلي نظرائهم في الاتحاد الدولي لإرسال مكافأة الحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية اللي أقيمت في المغرب. ومن المقرر أن يحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية تقدر ب2 مليون دولار، أي ما يوازي 60 مليون جنيه، بجانب الحصول على 10 مليون جنيه من جانب الشركة الراعية للفريق في البطولة، أي سيكون المجموع 70 مليون جنيه. وبحسب جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن ريال مدريد بطل البطولة سيحصل على 5 مليون جنيه، على 5 مليون دولار، و4 مليون دولار للهلال السعودي صاحب المركز الثاني، و2.5 مليون دولار لفلامينجو البرازيلي صاحب المركز الثالث، و2 مليون دولار للأهلي صاحب المركز الرابع. ميران بدني لنجوم الأهلي، وكولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا. أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانو عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها 9 مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وعقد كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية. وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف أندرياس مخطط الأحمال قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الثلاث على أن يستأنف الفريق ميرانو مساء الأربع القادم لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال. الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني. طالب جهاز الكرة بالنادي الأهلي من لاعبي عدم الانسياق للحديث عن مباراة الهلال السوداني بأي صورة، في محاولة لفرض الحظر الإعلامي على اللاعبين حتى يغلف التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة. وطالب جهاز الكرة لاعبيه بالتركيز في تدريباتهم والابتعاد عن كافة الجوانب التي تحيط بالمباراة بعيدا عن أرض الملعب، مشددا على صعوبة مواجهة بطل السودان. كولر يجهز برنامج استشفائي لنجوم الأهلي الدوليين استعدادا للهلال السوداني. يجهز السويسري مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي برنامج استشفائي للاعبيه الدوليين لتنفيذه عقب عودتهم لتدريبات المارد الأحمر استعدادا لمواجهة الهلال السوداني. ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الاثنين باستاد التتش بالجزيرة لمواجهة الهلال السوداني، والمقرر إقامتها السبت القادم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.